Although everyone here متابع الحساب، فكر مرة ومرتين قبل أن تحكم على أي إنسان، سواء شاهدت أو سمعت عنه من خلال الواقع أو السوشيال ميديا. وأجيب لكم أدلة وأمثلة على أن التناقض موجود في هذا الزمن، والكذب منتشر. ولا تصدق أي شائعة أو أي كلام أو أي فيديو سينشر قبل أن تتأكد وتضمن وتتيقن من صحة هذا الكلام. يلا بينا نشوف الأدلة. الشاعر المتنبي قال في إحدى قصائده: السيف والبيداء تعرفني، ولكنه كان أجبن من أن يرفع سيفه على قاتله. صدق أو لا تصدق، الشاعر محمود درويش الذي اشتهر بقصائده الغزلية كان يهاجم إسرائيل علانية وسرا،